السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي في كل مكان. انتي بقى اي طريقة ممكن تكوني عملتي بيها محشي الخس قبل كده، ولو ما كنتيش جربتي محشي الخس يلا جربيه واستعملي الطريقة اللي انا هقولك عليها. هتاكلي المحشي كأنك عمرك ما كلتيه قبل كده بالطعامة والحلاوة دي. هننسى بقى اي طريقة كنا بنلف بيها ورق المحشي زي ورق الكرنب كده وورق العنب، وهنعمله زي بقى ايه، مثلث كده زي الحجاب. هيبقى حجاب لقلب جوزك وقلب عيالك، واي حد هياكل منه هيحبه وهيدعيلك عليه. تعالي بقى اقولك احنا بنفصص ازاي الورق بتاع الخس، بحيث ان هو نقدر نلفه زي المثلث. انت بقى متعودة ان انت تغسلي الخس في الاول، اغسليه وتعالي امسكي بقى الخاصية كده، امسكي الورقة، الطرف اللي هو التخين من فوق كده، شدي من فوق، بحيث ان انت ايه سميها نصين. شايفة العرق اللي هو في النص ده اللي هيكون الحد الفاصل ما بين الورقة دي والورقة دي. كل ورقة هتطلع معاكي ايه، ورقتين. بصي زي ما انا ماشي كده اهو، امسكي من فوق ومشي بصباعك لتحت، هيمشي معاكي وهيتقطع بمنتهى السهولة. والناحية التانية برضو كل ورقة هتطلع معاكي ناحيتين. خلاص. انا متعوده ان انا بقى اغسل الخس بعد ما افصص ورق الخس اللي انا هعمل بيه المحشي، عشان اعرف اغسله كويس، وامسك بقى الخصايه من جوه افصصها واغسلها كويس، علشان بيبقى فيها جوه المفروض كل ورقه تتغسل لوحدها، علشان بيبقى فيه حاجات من جوه المفروض ايه تنضف وتبقى آه يعني ربنا يعافينا يا رب ان شاء الله باذن الله. ورق الخس بيبقى فيه اصلا حشره موجوده من جوه، لازم يتغسل كويس. فعلشان كده انا بفصصه الاول، اغسل الورق كويس، وبعد كده امسك بقى ورقه ورقه في الخصايه نفسها اغسلها كويس. فصص بقى الخس بتاعي مع نفسي. خلاص خلصت الكميه اللي انا كانت موجوده عندي. هنعمل ايه؟ اروح اغسلها بقى كويس واحطها على مصفى تتصفى. هجيب بقى صينيه، او لو عندك مثلا الغربال بتاع القمح او الغله، المنخل يعني بتاع الغله او الرز. افردي فيه فوطة او ملاية زي ما انا عملت كده، وافردي عليه الورق بتاعك. حطيه من بالليل لحد تاني يوم الصبح، او لو انت مستعجلة شغلي عليها المروحة شوية عبال ما تكوني عملتي التسبيكة بتاعة المحشي. هيكون الورق بتاعك طري كده وهتعرفي تلفيه. عندي بقى هنعمل بقى التسبيكة بتاعة المحشي زي ما اتعودنا مع بعض. هحط بقى شوية دهن لحد لما يسلي على نار تكون هادية خالص، يسلي مع نفسه كده وينزل السمنة بتاعته معاها شوية زيت. وبعد كده اول ما الزيت احس ان هو سخن مع السلي بتاع الدهن، انزل بايه، بالفلفل بتاعي. الفلفل انا حطيت قرنين فلفل ومعاهم شوية فلفل اسمر. اقلبهم شويه، ما بسيبهمش على النار جامد عشان خاطر الفلفل بتاعي ما يمررش. اول ما اشم ريحه الفلفل انزل بالبصل بتاعي. انا هحط كيلو رز، فحطيت معاهم 3 بصلايات يعني متوسطين كده. ما تحسيش ان البصل كتير، زي ما قلنا البصل ده هيدبل. بصي دبل ازاي وقل. اول ما تلاقي لونه اصفر، مش بنحمره، بنخليه يبقى مصفر. بنزل بمعلقه صلصه، واحط معاها التوابل بتاعتي اللي انا عايزاها. انا نسيت ما قلتلك ان انت مع البصل حطي معلقه ملح علشان خاطر يخلي البصل يدبل معاكي بسرعه. خلاص قلبت الصلصه مع التوابل كده، شميت ريحتهم طلعت. انزل بقى بالطماطم بتاعتي. الطماطم زي ما اتفقنا تكون اعلى شويه من البصل، بحوالي عقله صباع كده او عقله ونص صباع. انزل معاها بمعلقه كبيره سكر، وعشان خاطر المزازه بتاعت الايه الطماطم. اسيبها كده مع نفسها تتسبك لحد لما الاقي السمن والزيت على وش التسبيكه بتاعتي. يبقى كده خلاص التسبيكه بتاعتي جاهزه. انزل بقى بالرز بتاعي اللي مغسول ومتصفي. بحب اسيب الرز على اقلبها مع الخلطه كده شويه، ما بتاخدش وقت كتير، يا دوب همسه كده على رأي حماتي على النار، وبعد كده ايه اشيله. افضيه بقى في بوله، ومعايا الخضره بتاعتي. الخضره اللي هي ايه، كزبره وشبت وبقدونس. في ناس ما بتحبش تحط بقدونس، بس انا بحب احط، بيدي طعم وبيدي ريحه حلوه. خلاص بقى كده قلبت بقى الرز بتاعي والخلطه بتاعتي. جبت بقى ايه، الخس بتاعي بعد ما خلاص الورق بتاعه طري. بصي الورقه بتاعتي طريت ازاي، بمسكها في ايدي كرمشها وافردها، بتتفرد عادي.
الجزء ده كنت صورته وانا بلف في المحشي والله، بس لقيت المقطع اتحذف معرفش ليه. فانا بعد ما خلصت خالص وانا بمنتج في الفيديو لقيت المقطع ده مش موجود. فجبت ورقة كانت لسه فاضلة عندي، وحطيت عليها شوية رز ني عشان اوريك ازاي بنلف الورقة نفسها. بصي حطيت الرز بس سايبة الطرف اللي هو من تحت، اللي هو عامل زي المثلث بس اللي هو الجزء التخين، سايبة منه جزء فاضي، لفيته عملت منه مثلث، وبعد كده رجعته تاني الناحية التانية، بقفل بقى على الرز بتاعي، بلف عارفة زي ما كأنك بتلفي في ايه، في ورق السمبوسك، او ان انت بتلفي في جلاش على هيئة مثلث. عارفين الطريقة دي؟ ايوه هي كده. هوريك الطريقة تاني مرة تانية. بلم طبعا في الرز بتاعي، الرز بقى غيري دلوقتي بسم الله ما شاء الله علينا، الحمد لله. بلم في الرز، حاسه ان انا ايه مش عايزه ولا حبايه تضيع مني. بصي هاجي بقى عند الطرف اللي هو من تحت، الجزء اللي هو التخين، بصي انا بشاور لك عليه، بصي الجزء ده حطيت فوق شويه علشان خاطر يبقى عندي مثلث، تنيته لفوق، بصي بقى عندي مثلث ازاي. امسك بقى بطرف ايديا كده اهو، طرف صوابعي، والف الناحيه التانية هيبقى عندي مثلث. الف الناحيه التانية برضو، اجيبه الناحيه التانية هيقفل معايا، الف لحد لما اخلص الورقه كلها لحد الاخر. عندي الجزء اللي هو الرفيع اللي في الاخر ده، هو ده الجزء اللي بيبقى تحت لما اجي احطه فين في الحله، علشان خاطر ما يفكش مني. هوريها لك بقى وانا بلفها على ايدي. الطريقه دي سهله خالص طبعا، هنا هتحسي ان هي صعبه بس علشان خاطر ان ايه، رز ني، فانا مش عارفه اتحكم فيه كويس، لكن بالرز بتاع المحشي هيبقى سهل معاكي جدا وانتي بتلفيه. بصي يا بنات، عايزه اقول لكم على حاجه، طول ما احنا شغالين في المطبخ، عايزه الاكل بتاعك يطلع حلو، عايزه كل اللي ياكل منه ويحس ان هو مسكر وجميل كده. هقولك على حاجه اعمليها، والله دي عن تجربه شخصيه انا بعملها. اول ما اجي ابدا في الطبيخ، بسمي الله، وطول ما انا واقفه بصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وفي دعوة دايما بقولها على طول: يا رب يجعل حلاوة الأكل وطعامته تنزل في قلب كل حد ياكل منه، وفي قلبه وفي بطن كل حد ياكل منه. والله كل اللي بياكل من الأكل بيحس ان فعلا فعلا الأكل حلو. بصي انا حطيت هوريكي دلوقتي انا بلف ازاي بورق ورق الخاص انا هيست ولا ايه، بالرز بتاع المحشي. بصي حطيت ازاي، بتلفيه بمنتهى السهولة. ورق الخاص بيتلف بسرعة، وكمان اسهل من اي ورق تاني، زي مثلا ورق الكرنب او ورق العنب، بيتلف معايا بسرعة. احنا دلوقتي طبعا في الصيام، الوقفة اللي انتي بتقفيها في المطبخ احتسبيها عند ربنا. يعني بصي طول ما انتي واقفة، حطي في نيتك ان ده ان شاء الله باذن الله تاخدي اجر عليه، وان انت تاخدي اجر اطعام الطعام. حتى لو احنا مش قادرين نعمل اكل ونطلعه بره، احنا الاكل اللي بنعمله لعيالنا وفي بيتنا بناخد عليه اجر. فادعي بالدعوه اللي انا بقولك عليها، يجعل حلاوه وطعامه الاكل اللي انت بتعمليه ان شاء الله باذن الله تنزل في بطنه وفي قلبه وفي بق كل اللي بياكل منه. اوعي تضحكي عليا وتقولي مثلا ايه الكلام اللهبل اللي هي بتقوله لنا ده، لا والله. الاكل لما بيتعمل كده بحب، انت حابه الاكل وانت بتعمليه وبتدعي الدعوه الحلوه دي، كل اللي هياكل منه هيحس ان الاكل كده مسكر معاكي. دلوقتي حطيت ايه، الشوربه بتاعتي كانت طبعا غليت، حطيتها على المحشي. المفروض ان الشوربه تغطي اللي هو السطر اللي قبل الاخير، والسطر الاخير يكون ايه متغطي نص. اكبسي المحشي بتاعك بطبق ستانلس او ميلامين زي ما انت عايزه. اول ما يغلي كده الشوربه تغلي غلوتين 3 على المحشي، هدي المحشي على الاخر هدي النار على الاخر، وقيسي بالمحشي بتاعك يستوي على راحته. انا بقى عليت النار على المحشي بتاعي علشان خاطر ايه يستوي بسرعه، فعشان كده نطر الرز بتاعه.
الطريقة دي إحقاقًا للحق، دي طريقة حماتي، كل واحد ياخد حقه. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير وسبسكرايب. مع السلامة.